احلى مسا عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ عملنا لكم بقى كده دوناتس باسهل طريقه، ما اخدش وقت خالص. هتشوفوا الطريقه دلوقتي. بصراحه في منتهى الجمال وعجب الاولاد جدا. حاجه بالليل كده بقى قلنا ناكلها كده مع كوبايه شاي او شاي بحليب برضو، او بتتاكل كده لوحدها. تعالوا بقى نشوف المكونات مع بعض. هنجيب كوبايه ميه دافيه وهننزل عليها بكيس خميره فوريه، وهنقلبها بقى طبعا كويس جدا. وهنحط معلقه سكر كبيره اللي هي بتاعه الاكل. هنقلبها كويس وهننزل عليها بيضه واحده بس، وجبنا كوبايه لبن الا ربع كوبايه الا ربع كده من الحليب. كده دي المواد اللي هي السايله كلها مع بعض. كنا محضرين كيلو من الدقيق، طبعا نخلاه يجي 3 مرات بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. نخلاه كويس جدا. وكنت محضره كيس من البيكنج باودر وكيس فانيليا، طبعا المواد الجافه مع بعض. هنلخبطهم كده مع بعض وهنقلبهم طبعا كويس برضو جدا. طبعا ما ننساش رشة الملح. بس كده هنقلبهم شوية وهننزل عليهم بالمواد السائلة بتاعتنا. احنا بنسيبها بقى ترتاح بعدين، يعني مش بنسيبها شوية لحد ما تخمر، لان طبعا احنا واثقين من الخميرة بتاعتنا. هنقلبهم كويس جدا. طبعا هنشيل المعلقة خالص، نستعمل ايدينا عشان نحاول نلم العجينة. نحاول نلم بقى العجينة كويس كده، ونحضر بقى كوباية مية دافية هننزل عليها كده واحدة واحدة ونلم العجينة بتاعتنا. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما اخدتش وقت خالص. بصوا العجينة اتلمت معايا بكل سهولة. بس كده هنشيلها هنحط كده رشة دقيق. طبعا عجناها كويس جدا عشان بس مطولش عليكم الفيديو. بس كده هنحط بقى رشة دقيق تحت ورشة من فوق دقيق، وهنسيبها ربع ساعة بس. طبعا الجو حر جدا فبالتالي هتخمر معانا بكل سهولة. هنعمل نحضر بقى الصوص بتاعنا بتاع الشوكولاتة. كده حطينا نص كوباية من الزيت ونص كوباية سكر وربع كوباية من الكاكاو الأسباني، عشان الكاكاو هنا بيفرق معانا جدا. طبعا لازم كاكاو أسباني بيبقى نضيف وكويس جدا. ونص كوباية من الحليب اللبن. هنضربه بقى كويس جدا بالهاند بلندر. وكده يعتبر الصوص الشوكولاتة معانا خلص. كنت جايبة شوكولاتة بيضة برضو سيحتها في الميكروويف برضو عشان ما اخدش وقت معاكم. رجعنا بقى كده فضيناها في البولة بتاعتنا، وهنرجع بقى للعجينة بتاعتنا. اهو نرجع بقى للعجينة. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، اخدت ربع ساعة واقل كمان. بصوا تضاعفت الكمية بتاعتها عاملة ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. هننزلها بقى على المفرش بتاعنا وهنحاول بقى نفردها كده بالنشابة. طبعا بنعوص النشابة كده بندهنها شوية دقيق برضو عشان تمشي معانا بسرعة، لان طبعا انتوا شايفين ما فيهاش اي زيوت ولا اي دهون خالص. في العجينة احنا ما حطيناش اي زيت ولا اي حاجة. نحاول نفردها كده السمك بتاعنا اللي احنا عايزينه، مش عايزينه ولا رفيع قوي ولا تخين قوي، سمكه مظبوط. بصوا كده. هنجيب بقى الكوبايه بتاعتنا، هنعمل بيها بقى الايه الدوناتس بتاعنا. طبعا انا ما عنديش القطاعه بتاعه الدوناتس، بتبقى سهله جدا برضو، بس برضو كوبايه شغال يعني. طبعا بنحاول نتصرف نعمل ايه اللي احنا عارفينه كده. وبرضو بغطا الازازه، جايبه غطا ازازه وبعمل بيها الايه الفتحه اللي في النص. طبعا اللي بيطلع من اللي في النص ده اللي من غطا الازازه انا قليته لوحده، هتشوفوه في اخر الفيديو. كان شكل وطعم الزلابيه بالظبط، اكني عامله زلابيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنشيل طبعا العجينه ونحاول نفردها تاني برضو بالنشابه.
بس هنشيل الاول الدوناتس ده. هجيب ورق زبدة هقطعه كده مربعات كده، ورق الزبدة، ونحطها عليه عشان ما تخمر براحتها ما تلزقش. بصوا كده نحطها بقى في صينية كده ونسيبها على جنب ترتاح برضو خالص. ما شاء الله تبارك الرحمن، سهل جدا زي ما انتم شايفين، ما اخدش وقت خالص. هنسيبها بقى ترتاح كده. هنعمل بقى تاني، هنعمل بقى عندي كوباية رسمة قلب، هنعمل بقى بشكل قلب كده شكله جميل. بس كده عملنا معاكم برضو ايه. بعد كده هنعمل بقى بقية الكمية عشان ما نطولش عليكم. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت جميلة جدا برضو. طبعا دي ما ينفعش نعملها بالازازة، يعني القلب بنسيبه زي ما هو كده. عملنا برضو على ورق الزبدة. هنحضر بقى الطاسة بتاعتنا. انا قليت فيها الاول قلت عشان خاطر اجرب الزيت اللي هو الصغير اللي هو شكل الزلابية، وبعد كده نزلت بيها بس الكاميرا ما جابتهاش. نزلت فيها بقى بالقلوب الاول اهيت. ما شاء الله تبارك الرحمن، ده ما بياخدش وقت خالص في القلية برضو، يا دوبك. والنار كانت يعني مش حامية، يعني انا مهديه النار شوية. بصوا ما خدتش وقت. فلازم تبقي واقفة بص على طول ايدك فيها كده عشان ما تحرقش معاكي. بصوا على طول طلعتها. بصوا عاملة ازاي، حجمها تضاعف ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد ما سبتها طبعا ارتاحت، وكمان لما نزلت في الزيت تضاعفت اكتر. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. متنسونيش في اللايك، ولو عجبكم الفيديو كومنت حلو كده. طبعا هنقلي بقى بقية الكمية. بصوا طلعت معانا بقى ما شاء الله تبارك الرحمن، عملت لنا كمية جميلة. بس انا غطيته بصراحة بفوطة كده عشان خاطر ما ايه ما ينشفش معايا ويبقى طري. بصوا بقى ده الحاجات الصغيرة اللي كانت طالعة من الغطا الازازة. عملت سكر بودرة شكل الزلابية بالظبط وطعم الزلابية وهشة وجميلة جدا. حتى ميرا بنتي بصوا هتدوق معاكم اهي. بصوا هشة وجميلة بالظبط وطعمها زي الزلابية بالظبط. طبعا دي الشوكولاتة البيضة اللي انا قلت لكم عليها، سيحتها في الميكروويف، وده الصوص بتاعنا. هنزينه بقى معاكم برضو. بصوا رسمة القلب ما شاء الله تبارك الرحمن، او زي بتاع بره بالظبط، معمول بايدك وبنظافة ونخلة دقيق ومظبطة الدنيا، غير اما تجيبيه من بره جاهز. طبعا الله اعلم هم عاملين ايه ولا ايد مين اللي في الحاجة يعني. اهو حاجة كده بنعملها وتفرح بيها الاولاد. طبعا عملنا كمية اهو بالشوكولاتة البيضة، وحطينا عليها الصوص الشوكولاتة السمراء، وهنا برضو اهو الشوكولاتة السمراء، وبعد كده حطينا عليها الصوص الابيض. طبعا عندك اي حاجة كده تحبي تزينيها بيها برضو، عندي شوكولاتة اللي هي الملونة. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. حطينا حبة كده، اللي مش حابب بالشوكولاتة خالص حبة بالسكر، رشنا عليهم كده بالسكر شوية. عملنا كمية جميلة ما شاء الله تبارك الرحمن. حبينا بقى نزينه كده بالالوان. بصوا حطيتهم في صينية برضو وحاولت زينته كده بالالوان، الشوكولاتة الالوان. والله الكاميرا ظلماه، هو شكله جميل جدا وما خدش وقت زي ما انتم شايفين، وعجب الاولاد جدا. وبألف هنا وشفا عليكم حبايبي.